كل حامل بتسأل نفسها وبتسأل الدكتور بتاعها: يا دكتور أصوم رمضان ولا ما أصومش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن شيء مهم جدا بمناسبة حلول شهر رمضان، وهو إن كل حامل بتسأل نفسها وبتسأل الدكتور بتاعها: يا دكتور أصوم رمضان ولا ما أصومش؟ ولو صمت أصوم إزاي وأفطر إزاي؟ هنجاوب إن شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة عن كل الأسئلة دي المهمة. أول حاجة، إن كل أم مسؤولة عن الجنين في بطنها. أنت مسؤولة قدام ربنا عن الجنين ده، وبالتالي الدكتور لو قال لك افطري افطري، لو قال لك تصومي متاح تصومي، لكن ما تعنديش. لو قال لك افطري يبقى لازم تفطري، ما تعنديش وتقول لازم اصوم ومتعوده والبيت، لا. قال لك افطري لسبب طبي معين لازم افطر. طب مين اللي يحدد اصوم ولا ما اصومش، افطر ولا ما افطرش؟ الطبيب الامين المعالج. يعني الدكتور لو لقى سبب وداعي للفطر يقول لك افطري. القاعده العامه ان احنا بنصوم طالما قادرين والامور ماشيه كويس، دي القاعده العامه، لكن لها شواذ لو في حاجات داعيه الى الفطر. ايه السيدات اللي ممنوع فيهم الصيام؟ يعني الست الدكتور بيقول لها ممنوع تصومي. اول حاجه السيدات اللي عندهم مرض السكر، سواء سكر حمل او سكر ما قبل الحمل او سكر منذ الطفوله، دول لازم يفطروا، ما ينفعش يصوموا. السيدات اللي عندها نقص في الكورتيزون، مرض نقص الكورتيزون او الاديسون ديزيز، ده من الامراض اللي مشهور عنها ان بيحصل انخفاض في مستوى الكورتيزون في الدم، وبالتالي الصيام بيخلي الضغط يوطى وبيقلل التغذيه بتاعه الجنين. الحاجه الثالثه امراض اعتلال الكلى او الفشل الكلوي، او الناس اللي عندهم ارتفاع في وظائف الكلى. الكلى ما بتبقاش قادره تشيل المواد السامه من الدم، وبالتالي الصيام بيأذيها جدا. في حاجات متعلقه بالحمل زي نقصان ميه الجنين، لو الجنين الميه بتاعته قليله، اللي هو السائل الامنيوسي قليل، الدكتور بيقول لك السائل قليل وله مقاسات معينه، اقل من 2 سم ده اسمه قليل، والدكتور بيقول لك لا لازم نفطر وما ينفعش نصوم، لان الصيام بيعمل جفاف وده يؤدي الى نقصان السائل الامنيوسي. السيدات اللي عندها تسمم حمل، يبقى السيدات اللي عندها زلال في البول او تسمم حمل، دول مش مفضل ان هم يصوموا خالص، لان برضو التركيز الدم وزياده اللزوجه بالدم ممكن تؤدي الى تدهور الوضع الطبي، وده الصيام فيه يعتبر حرام. تمام، ما ينفعش نصوم فيه. السيدات اللي عندها برضو تاريخ سابق للجلطات، يعني لو ست جالها قبل كده جلطه في الحمل او جلطه ما بعد الحمل، مش مفضل خالص انها تصوم، لان الصيام والجفاف بيعرضها لحدوث جلطه اثناء الحمل. دول السيدات الممنوع عنهم الصيام. طيب طريقه الصيام هنصوم ازاي؟ اول حاجه، كل سيده حامل لازم تصحى الفجر، تتسحر مع البيت خالص، هي مع البيت عادي خالص، يبقى لازم وجبه السحور دي هي بالنسبه لها وجبه فطار، يبقى هتصحي الفجر تتسحري وتصلي، ودي بالنسبه لك وجبه ثابته سواء صمتي او ما صمتيش. بالنسبه اللي بعد كده يفضل النوم لحد الظهر، يبقى من الفجر للظهر ننام عشان الفتره دي ما يحصلش فيها جفاف فيها. الظهر هتقومي هتسالي نفسك انا كويسه، كملي صيام. طيب دايخه، تعبانه، مصدعه، رجعتي، اي مشكله عندك لازم تفطري وما تقاوحيش، لان الصيام في الفتره دي معناه ان في جفاف وده بيأذي الجنين. يعني لو انت مأذيه جزء معين، الجنين مأذي اكتر منك بكتير. طيب لقيت الامور كويسه خالص على الظهر والدنيا تمام، بنكمل صيام لحد المغرب ان شاء الله، لكن نتجنب المجهود العضلي الكتير ونتجنب العرق، يعني ما توقفيش في مكان فيه حر تعرقي كتير، تمشي مشوار طويل، الكلام ده كله نبعد عنه. المغرب هيبدا فطارنا عباره عن سوائل، يعني تمر لبن او بلح بلبن، وما نكترش منه، يعني مسموح ب4 5 بلحات دول ما فيهمش مشكله. شوربه، ميه بس، يبقى لما المغرب يبدا ده الاكل بتاعنا. وتقومي من على الاكل ما تاكليش، لان انا عايز اعوض الجسم بالسوائل اللي فقدها اثناء فتره الصيام. بعد كده ما العشاء تدن، اقعدي كلي بقى المحشي والرز والمكرونه والحاجات دي كل يوم في العشاء. ونركز ان احنا نمنع الحوادق تماما، لازم نزود من السوائل كتير من فتره المغرب لحد السحور، كل شويه لازم نشرب بق ميه، ومش مطلوب سكريات عصاير كتير، لا العصاير تبقى بسيطه وريحتها مش كبيره، لكن يلزمني الميه الكتير، كل شويه بق ميه. البروتينات يفضل نزود منها سواء في الفطار او السحور، زي الزبادي،
زي الجبنه القريش، دي من الحاجات المهمه جدا. الجبن الحادقه، الجبنه القديمه، الجبنه الرومي، الحاجات دي طبعا نبعد عنها لانها بتعطش سواء في الفطار او السحور. في السحور بالذات يفضل نزود من الحاجات اللي فيها ميه زي الخس، الخيار، البقوليات، البروتينات، دول نزود منهم في السحور او الفطار. ونزود برضو كميه الفواكه اللي فيها ميه كتير زي التفاح، نزود من الموز مهم جدا، وممنوع اكل الحوادق والمخلل والحاجات الحوادق اللي قلنا عليها خالص. طيب لو انا كويسه، انا صمت يا دكتور وانا كويسه زي الفل، كل 3 أو 4 ايام لازم تفطري يوم. يعني لو طلعتي برمضان عليكي 5 6 ايام من رمضان، ده كويس جدا، يبقى انت صمتي رمضان وفي نفس الوقت عليكي 5 ايام تقضيهم بسهوله بعد رمضان. ايه لازمه اليوم اللي افطره ده حتى لو انا صحتي كويسه؟ لازمته ان انا بعوض السوائل او الجفاف اللي حصل خلال ال4 ايام اللي قبلهم. يبقى كل 4 5 ايام نفطر يوم تقريبا. لازم بعد اسبوع من رمضان زياره الى الطبيب المعالج، نطمن هل الاسبوع ده انا عديت فيه كويسه ولا حصل فيه مشاكل. لو الامور عدت كويسه بنكمل بنفس النظام، لو حصل فيه مشاكل يبقى لازم هنفطر والدكتور هيقول لك معدل الفطار عامل ازاي. طيب بالنسبه لمواعيد الادويه، انا يا دكتور الدكتور كاتب لي حاليا قبل رمضان كاتب لي فطار وغدا وعشاء ادويه، هعمل ايه بقى؟ اخدهم ازاي في رمضان؟ اللي الدكتور كاتبه فطار ناخده فطار، واللي الدكتور كاتبه عشاء ناخده سحور، واللي الدكتور كاتبه غدا بناخده الساعه 12 بالليل في النص. طبعا في مواعيد ادويه مختلفه، دي القاعده العامه، لكن في ادويه بتتاخد في مواعيد معينه زي علاج الغده الدرقيه، زي الكورتيزون، كل دواء من دول له دواء بيتاخد فيه في ميعاد ثابت. لكن اجمالا الفيتامينات او المكملات الغذائيه ده بيبقى المواعيد بتاعتها. في نهايه الفيديو بتاعنا النهارده بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ولو حصل اي تعب في الصيام ما نقاوحش، نفطر ونرجع للدكتور الطبيب المعالج بتاعنا في اسرع وقت. وكل عام وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.